انت ذنبك اكبر من ذنب ابليس ومصيبتك اكبر من مصيبته. ذنب ابليس ان هو رفض ان هو يسجد لابونا ادم عليه السلام، وبسبب الذنب ده طردوا من الجنه وبقى ابليس اللي احنا بنعرفه اليوم. انت بقى لانك ما قاعد تصلي انت رفضت تسجد لرب ادم عليه السلام، وده ذنب حتى ابليس ما تجرأ ان هو يعمله. ترك الصلاه ده اكبر ذنب واكبر جريمه انت ممكن تعملها في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاه بالكافر والمشرك. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال في حديث صحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. شوف كل العبادات الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها عليه في الأرض إلا الصلاة. لما جاء يفرض عليه الصلاة أعرج به إلى فوق 7 سماوات وفرض عليه الصلاة في السماء ال7. كل ده عشان يوريك أهمية العبادة دي. أي عمل أنت بتعمله ما عنده أي قيمة يوم القيامة إذا ما صلحت صلاتك، لأنه ده أول حاجة أنت هتتحاسب عليها. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي ناس سبحان الله بتقول لك أنا ما بصلي لكن أنا بعمل كل حاجة صح، أنا بعمر في الأرض وأنا بصدق وأنا بساعد الناس وأنا بعمل وأنا بعمل وأنا بعمل، وربنا سبحانه وتعالى عادل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فيا أخي على الله فكنا من موضوع الصلاة دي. أنا بعمل أي حاجة صح والله سبحانه وتعالى ما هيحاسبني. في ناس أنا دخلت معاهم في حوار زي ده. أولا يا عزيزي اقرأ الآية كاملة. الآية بتقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تاني حاجة، أي صح ربنا سبحانه وتعالى عادل، لكن بما إنه هو عادل أنت هتاخد حقك كله في الدنيا. يعني إذا صدقت الصدقات بتاعتك دي هتتضاعف وهتعود عليك بالفايدة وهيكون لك مكانتك ونجاحك في الدنيا. لكن على أي أساس ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك في الآخرة؟ شوف الآخرة دي وجدت عشان ربنا سبحانه وتعالى يكافئ الناس اللي عملوا الأعمال ابتغاء وجه الله فقط. فأنت طول حياتك في الدنيا أول حق لربنا سبحانه وتعالى عليك رفضت إنه أنت تعمله، وكنت مستخسر إنه أنت تطلع لك 20 دقيقة في يومك عشان تصلي 5 صلوات لربنا سبحانه وتعالى. فما تجي تقنعني إنه أنت أعمالك دي كلها عملتها ابتغاء مرضات الله عز وجل وأنت كنت مستخسر تطلع له 20 دقيقة من يومك. فإذا أنت ما عملت الأعمال دي ابتغاء مرضات الله، على أي أساس ربنا سبحانه وتعالى حيكافئك في الآخرة؟ اتذكر إنه أنت الآن بتحضر في الفيديو ده وباب التوبة مفتوح لك. في مليارات البشر قاعدين الليلة في القبور بيبكوا بيقولوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. خليك حكيم، باب التوبة لك مفتوح ورمضان على الأبواب. توب إلى الله توبة نصوح، أبدأ بداية جديدة.